يا مساء السعادة عليكم، عاملين ايه حبايبي؟ رب تكونوا بخير. مشرفيني ومنوريني في مطبخ زينب علام. النهارده بقى هنعمل شوية حمام تحفة وشوية شوربة خضار كده من شوربة الحمام. تعالوا اقول لكم عملت ايه. اول حاجة عملتها حطيت معلقة سمنة كبيرة كده مع بصلتين حلوين وخرطتهم، وحطيت عليهم بقى قرن فلفل كده مولع عشان الحمام فعلا ما بيتاكلش غير حراق. حطيتهم كده وبدأت أشوح كويس جدا معاهم. بعد كده نزلت بالكبد والقوانص والقلوب بتاع الحمام وكان عندي برضو بتاع فراخ. بدأت أشوح فيهم كويس جدا كده زي ما انتم شايفين اهو. شوفوا لحد ما شربوا ميتهم. نزلت عليهم بكمية الرز المناسبة بتاعتي. طبعا كمية الرز دي كلها مش هحشي بيها الحمام، لا هحطها فرشة للحمام برضو بياكلوه مع الحمام اهو زي ما انتم شايفين. بدأت احط بهاراتي الجميلة، ملح فلفل كمون وشوية قرفة وشوية جنزبيل، دي من الحاجات الأساسية في الحمام. نشوح كويس قوي مع بعض كده. لو وصلتي لحد هنا متنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس. هنحط نص كمية المية بس بتاعت الرز عشان احنا عايزينه 50% بس سوا رز، مش عايزينه تسوية كاملة، لا احنا عايزينه نص سوا اهو. هنغطي عليه وهنروح بقى نشوف الحمام بتاعنا، الزغاليل الجميلة الصغيرة البلدي دي. هنتبلها بشوية ملح وفلفل كده هوت، وهنبدأ نحشيها. طبعا زي ما قلت لكم كان الرز استوى نص سوا، وبدأت احشي كده الحمام. مش بكبسه رز، انا بحاول ان انا اديله فراغ كده واديله تهوية عشان لما الرز يستوي فيه ياخد براحه ما يفرقعش معايا. الحمامة تقولك فرقعت مني، طب ما انت مكبساها رز لازم تفرقع. لا، بدي الرز براحه اكني مش حشياه، بحط على القد خالص اهو. وببدأ اكتفه وبحشيه من جوه ومن تحت الجلد. طبعا انا غسلاه ومفرغاه من بين الجلد وبين اللحم. شايفين من فوق من عند الرقبة بحشيه كويس اهو. وتحسوا ان انا مش ماليه رز خالص. ودي احلى طريقة في كمان لما تيجي تسويه مش بيفرقع معاكي اهو زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على النبي بقى واذكروا الله اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. حشيناه وهنبدأ نحط له شوية مية عشان نعمل له شوربة، عشان احنا هنعمل شوية شوربة عليه. حطيت مية بتغلي كده، حطيت شوية حبهان، قطعت طماطمايه، وبدأت انزل بالحمام على ظهره عشان خاطر جلده طبعا بيبقى رقيق جدا، فممكن ايه يفرقع منك. فما بتنزلي على ظهره كده مش بيفرقع. جبت بقى ايه خلاص استوى ونشلته، وبدأت ان انا ادهنه لبن بشوية فلفل اسود عشان احمره وياخد اللون الذهبي الجميل اللي بنلاقيه في المحلات او في الاماكن الحلوه. ممكن برضو تعملي شوية صلصة وتدهنيه وتحطيه في الفرن. حتة سمنة كده كبيرة وسيحتها وحطيته بقى وحمرته بألف هنا وشفا. وعملنا شوية شوربة خضار على الشوربة. مع ألف سلامة.